بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم وأهلا بيكم. حلقة النهاردة هنتكلم عن اللاعب أحمد فتوح، صفقة القرن للنادي الأهلي، وهركز على نقاط مهمة جدا. ولكن قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك للفيديو وقول لي رأيك في التعليقات. أحمد فتوح عنده 24 سنة، مركزه ظهير أيسر وبيلعب لنادي الزمالك، يعتبر من القوام الأساسي بالنسبة للمنتخب المصري. طبعا حصل مشكلة بين إدارة نادي الزمالك وأحمد فتوح بسبب غيابه عن مباراة الداخلية. تم اتهامه بالتخاذل والتهرب من كشف المنشطات بسبب تعاطي المخدرات، ولكن اللاعب برأ نفسه وأكد أنه كان بيعاني من نزلة برد بعد ماتش أسوان، والمدرب فيريرا فضل إراحته أمام الداخلية. المهم، رئيس نادي الزمالك بيعرض أحمد فتوح للبيع في الميركاتو الشتوي. طبعا فتوح غضبان جدا من اللي بيحصل ده، وخاصة أنه مظلوم بشكل واضح، وهو أخذ قرار نهائي بالرحيل عن نادي الزمالك. في مصدر مقرب من أحمد فتوح بيأكد على رغبة اللاعب بالانضمام إلى النادي الأهلي، سواء في يناير في حالة فسخ عقده مع نادي الزمالك، أو في الانتقالات الصيفية القادمة بعد انضمامه إلى أي فريق خارج الدوري المصري ثم يعود إلى النادي الأهلي. بمعنى أصح كده هيعمل كوبري للانتقال إلى القلعة الحمراء. وعلى فكرة، مسؤولي النادي الأهلي بيرحبوا جدا بفكرة التعاقد مع أحمد فتوح، لأن فتوح لاعب دولي خبرة بيقدر ينفذ أدوار مركزه بشكل مثالي. أكيد في حالة انضمامه للنادي الأهلي هيكون مكسب بكل المقاييس. أحمد لاعب ملتزم، قليل جدا لما بيعمل مشاكل، من أفضل اللعيبة في مركزه داخل قارة أفريقيا. فتوح لاعب متكامل على المستوى الفني والبدني، بيدافع كويس جدا وفعال في الجانب الهجومي، عنده الحلول وبيمتلك قدرات فنية ممتازة. في حالة انضمامه إلى النادي الأهلي هيكون صفقة قرن، لأن اللاعب ده عنده 24 سنة مستقبل، وقادم من نادي الزمالك المنافس التقليدي بالنسبة للنادي الأهلي. طيب ليه أحمد فتوح عاوز ينتقل إلى النادي الأهلي؟ أولا من أجل رد اعتباره، وبسبب المشكلة اللي حصلت مع إدارة نادي الزمالك. وطبعا النادي الأهلي فريق كبير، الأهلي يعتبر أكبر فريق عربي أفريقي. النادي الأهلي بينافس على كل البطولات محليا وإفريقيا، وإن شاء الله الفريق هيشارك في كأس العالم للأندية. أي لاعب يتمنى أنه ينتقل إلى النادي الأهلي، وإحنا في عصر الاحتراف. بالنسبة لمركز الظهير الأيسر في النادي الأهلي موجود علي معلول، ولكن معلول يعتبر كبر شوية في السن، مش هيقدر يلعب في كل الماتشات، وبالتالي أحمد فتوح عنده فرصة كبيرة بالمشاركة مع النادي الأهلي، وفي ضغط ماتشات، في ضغط مباريات، بطولات كتير، ماتشات كتير، منافسات. وبالتالي يعني فتوح لو انضم للنادي الأهلي هيضمن لنفسه مكان في التشكيل سواء أساسي أو بديل، لأن فتوح صغير عنده 24 سنة مستقبل، يعني المعدل البدني بالنسبة له كويس جدا جدا. وزي ما قلت لك احنا في عصر الاحتراف، الاحتراف هو اللي بيحكم. وطبعا المشكلة اللي حصلت بين فتوح والزمالك خلت اللاعب يفكر بجدية بالانضمام إلى النادي الأهلي، والأهلي بيقدر اللاعبين المميزين. يعني النادي الأهلي طبعا محدد راتب سنوي محترم جدا لأحمد فتوح، والمعاملة بروفيشنال، المعاملة باحتراف يعني. وإدارة النادي الأهلي بترحب بفكرة التعاقد مع أحمد فتوح، صفقة القرن بالنسبة للنادي الأهلي. طيب دلوقتي هننتقل إلى الصفقات الرسمية للنادي الأهلي. أول لاعب عندنا خالد عبد الفتاح. خالد عنده 23 سنة، مركزه ظهير أيمن، قادم من نادي سموحة، وتم التعاقد معاه إعارة لمدة 6 شهور بنية الشراء. تاني لاعب محمد الضوي كريستو عنده 19 سنة، مركزه جناح، قادم من فريق النجم الساحلي، جنسيته تونسي، والنادي الأهلي اتعاقد معاه لمدة 4 سنوات ونصف. كريستو هيتم قيده تحت السن، عنده 19 سنة، وإن شاء الله يكون مستقبل للنادي الأهلي، إن شاء الله يقدر يأدي مع الفريق. هو كان بيلعب مع فريق جماهيري النجم الساحلي، بالتالي متعود على الضغوطات. هو هداف
الدوري التونسي، وإن شاء الله يقدر يطور من المنظومة الهجومية بالنسبة للقلعة الحمراء. يعتبر لاعب جوكر، كريستو جوكر، بيلعب جناح يمين، جناح شمال، أو بلاي ميكر رقم 10 أو مهاجم تاني. لاعب ممتاز جدا في الخط الأمامي. ثالث صفقة عندنا عبد العزيز يعقوبو. يعقوبو عنده 24 سنة، مركزه مهاجم، قادم من فريق ريو أفي البرتغالي وجنسيته غاني. بعد إجراء الفحوصات الطبية، طبيب النادي الأهلي اكتشف أن اللاعب بيعاني من خشونة في الركبة، وكان عنده إصابات الفترة الأخيرة 2019 و2017 كان بيعاني من قطع في الرباط الصليبي. فالتاريخ إصابات اللاعب مقلق شوية بالنسبة للنادي الأهلي، وبالتالي في اتجاه قوي على ضمه إعارة لمدة 6 شهور بنية الشراء. لو اللاعب أدى مع الفريق وأثبت نفسه هيتم ضمه بشكل نهائي بقى من فريق ريو أفي البرتغالي، ولكن لو اتصاب كتير في ال6 شهور خلاص النادي الأهلي هيرجعه تاني إلى ريو أفي البرتغالي. بس الصراحة أنا ليا ملاحظة في الموضوع ده. طالما اللاعب الهيستوري بتاعه أو التاريخ بتاعه فيه إصابات، ليه أنا أجازف وضمه؟ ليه أصلا أفكر في التعاقد معاه؟ المفروض أن النادي الأهلي بيدرس سيفيهات كل اللاعبين المرشحين، ويعقوبو كان مرشح والنادي الأهلي تابعه الفترة الأخيرة، هو من هدافي الدوري البرتغالي، ولكن اللاعب كان عنده إصابات قديمة، 2 قطع في الرباط الصليبي، وقبل كده عمل عمليات جراحية في الركبة، وطبيب النادي الأهلي بيقول أنه بيعاني من خشونة. ليه أنا أخد الريسك ده؟ النادي الأهلي محتاج مهاجم متكامل مميز فنيا، مش بيعاني من إصابات، مهاجم يشارك في كل الماتشات، يكون إيجابي، يسجل أهداف ويستغل الفرص. أولا يعقوبو يعني من الواضح أنه بيتصاب كتير. ثانيا مش متكامل قوي على المستوى الفني، يعني بيسجل أهداف ولكن بيسجل بالقدمين فقط لا غير، يعني مش مميز قوي بلعب الكرات الرأسية، مش مهاري بالشكل الكافي. يعني المفروض النادي الأهلي يضم مهاجم ليفل 1 سوبر ستار، ولكن يعقوبو مش سوبر قوي. يعني ده بخصوص عبد العزيز يعقوبو. وزي ما قلت لك كده الاتجاه داخل النادي الأهلي على استعارة اللاعب لمدة 6 شهور، والفترة الحالية إدارة النادي الأهلي بتتفاوض بشكل جاد مع الاتحاد السكندري من أجل ضم مروان عطية. مروان طبعا عنده 24 سنة، مركزه لاعب وسط، والفترة الأخيرة انضم إلى المنتخب الوطني، وممكن جدا يحصل صفقة تبادلية بين النادي الأهلي والاتحاد السكندري من أجل ضم مروان عطية في الميركاتو الشتوي بعد التعاقد مع خالد عبد الفتاح ومحمد الضوي كريستو. وممكن جدا يتم التعاقد مع لاعب أجنبي آخر تحت السن. كريستو 19 سنة تحت السن، وممكن كمان يتم ضم لاعب برازيلي تحت السن سواء مواليد 2005 أو 2001، والضوي كريستو مواليد 2003. وأنا أتمنى التوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله الفترة القادمة. إن شاء الله نقدر نكون فريق قوي، فريق متكامل، تشكيل ممتاز ودكة قوية، لأن النادي الأهلي بينافس على كل البطولات، وهيكون عندنا ضغط ماتشات الفترة القادمة، وإن شاء الله نقدر نظهر بشكل جيد ونكسب كل البطولات المتاحة ونظهر بشكل كويس في مونديال المغرب. بتمنى التوفيق للفريق في الفترة الجاية. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. عاوزك تقولي في التعليقات رأيك في صفقة اللاعب أحمد فتوح لو تمت. ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة. شكرا ليكم، سلام عليكم.